اهلا وسهلا ومرحبا بكم. في هذا الموضوع ديال اليوم غادي نشوفوا واش استبقات العقوبات البديله اللي تم التنزيل ديالها يوم 22 غشت 2025 او لا، لان كنشوفوا مجموعه ديال المحاكم شرعات في الاجراءات ديال هذه العقوبات البديله، وتم اصدار اكثر من 50 حكم في اسبوع تقريبا، في حين أن كاين بعض المحاكم اللي لحدود الساعة لم تصدر ولو حكما واحدا وفق القانون الجديد اللي هو قانون العقوبات البديلة. هذه الأحكام تنوعت بين الغرامات المالية عن كل يوم من العقوبة الحبسية، والعمل في إطار المنفعة العامة، والخضوع للعلاج من الإدمان، ووضع السوار الإلكتروني. وهذا كان أول حكم كيصدر في المغرب عن المحكمة الابتدائية طنجة، وكان في حق واحد المهاجر مغربي. طبعا إضافة إلى المراقبة القضائية بالتردد على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي. هذه المحاكم المغربية اللي هي حكمت وفق القانون الجديد، يعني في إطار العدالة التصالحية، نذكر منها محكمة الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، طنجة، الجديدة، الحسيمة، تارودان، تخريبكة، تينغير وتطوان. إذا هذه المحاكم هذه كانت سباقة إلى تنزيل القانون الجديد، فيما لا تزال العديد من المحاكم الكبرى لم تصدر بعد أي حكم في هذا الإطار. وهنا كيتم طرح التساؤل: علاش كاينه محاكم اللي هي بدات في التنزيل ديال العقوبات البديلة وأصدرت أحكاما، وقلنا على أنه أكثر من 50 حكم تم إصداره في العديد من المحاكم المغربية في غضون أسبوعين فقط، وكاين محاكم أخرى اللي مازال لحدود الساعة لم تصدر أي حكم في هذا الجانب. على كل، وكخلاصة لهذا الموضوع، فالقانون الجديد اللي هو قانون العقوبات البديلة يعكس تحولا جذريا في فلسفة العقاب، بدائل إصلاحية واجتماعية واقتصادية، مع تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. وهناك يمكننا نتكلموا على المفهوم الحقيقي لأنسنة السجون.